ابراهيم عبد الجواد دلوقتي بيقول السبب في ان امام عاشور ما سافرش مع الاهلي لتنزانيا. طلع قال من مصادر مقربه لامام عاشور كلموه وقالوا له ان امام عاشور بعد ماتش وادي دجله وقف في اوضه اللبس مع اللعيبه كلها وقال ان الكابتن وليد صلاح الدين لازم يعاقب محمد هاني. طب لازم يعاقب محمد هاني ليه؟ عشان محمد هاني خد منه الكوره وامام مسكها ساعه ضربه الجزاء وقال له المدير الفني قال زيزو اللي يشوط يبقى زيزو اللي يشوط. فهو اتضايق وقرر بسبب كده ان هو ما يسافرش تنزانيا ولا في تعب ولا متحور جديد ولا اي حاجه من دي. طب لو دي حقيقه فلنفترض ان ده حقيقه، طبعا احنا ما عندناش يقين في اي حاجه بتتقال على امام عاشور دلوقتي لغايه لما اللاعب يوضح. سنه سنتين ثلاثه بعد 10 سنين اللاعب هيوضح هيقول الحقيقه، نعرف ساعتها الحقيقه 100%. بس هل لو ده حصل ده سبب ان امام ما يسافرش تنزانيا؟ فانا ما اعتقدش. ولو ده حصل وامام ما سافرش تنزانيا بسبب كده، امام محتاج يتعالج نفسيا قبل ما يفكر في الفرقه وانه هو يلعب كوره من تاني اصلا.